مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اشتقت لكم كتير. اليوم حنعمل ألذ كيكة سهلة وسريعة بطريقة كتير طيبة إن شاء الله راح تعجبكم. وراح نزينها بصوص الشوكولاتة. مكوناته كتير بسيطة. فضلا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل يصلكم كل جديد. يلا مع بعض نبدأ بالطريقة. شوف كتير طيبة ولذيذة. هون عندي في وعاء بضع 3 حبات بيض درجة حرارة المطبخ، ثم بضع عليه كوب سكر وبضع 3 معالق فانيليا، معالق كبيرة. ببدأ أخلط بالمضرب اليدوي حتى تختلط عندي جميع المكونات. بظل أخلط لمدة 5 دقائق أو بضعه بالخلاط. أنا خلطته لمدة دقيقة ثم وضعته بالخلاط. هون وضعته بالخلاط أصبح عندي بهذا الشكل. بعمله بالسباتولا حتى أخرج كل الخليط. هذا هو شكل الخليط. وضع عليه الآن كوب من الحليب. كل المقادير قيسها بنفس الكوب. ثم بضع 3/4 الكوب أيضا زيت. ببدأ أخلط بالمضرب اليدوي حتى تتجانس عندي المكونات وتختلط مع بعضها بهذا الشكل. كيك كتير سهلة ولذيذة وبسيطة بمكونات في كل بيت. جربوا هالطريقة واعطوني رأيكم بالتعليقات. هون اختلط عندي المكونات مع بعضها. هون عندي 2 كوب طحين. بضع عليه 3 معالق كبار بيكنج باودر وبخلط. حتى يختلط عندي البيكنج باودر مع الطحين. ببدأ أنخل الطحين على المكونات الجافة على المكونات السائلة دفعة واحدة. ممكن تنخلوا الطحين على دفعات وتخلطوه. أنا نخلته مرة واحدة. هون بنخل 2 كوب مجموع الطحين 3 أكواب طحين. بالبداية بنخل 2 كوب ثم بضع الكوب الثالث. إذا وصلتوا معي لهذه المرحلة فضلا لا تنسوا اللايك والاشتراك. هون بضع الكوب الثالث وبنخله أيضا. هون ببدأ أخلط بالمضرب اليدوي بحركة دائرية باتجاه واحد حتى تختلط عندي المكونات الجافة مع السائلة بهذا الشكل. بخلط بهدوء حتى ما يخرج عندي الهواء من الخليط.
هون ببدأ بشيل المضرب، وهون بعمل بالسباتولا، بتأكد من الجوانب، بعمل من كل الجوانب من كل الاتجاهات حتى أتأكد إنه ما في طحين من تحت. هيك بيصبح عندي خليط الكيكة جاهز. هون أصبح عندي خليط الكيكة جاهز عندي. هذا هو قوامه ثقيل. قوامه ثقيل بهذا الشكل. هون عندي أي قالب ممكن تستخدموه. هون عندي هذا القالب، بضع فيه القليل من الزيت وبعمله بالفرشاية من الجوانب بهذا الشكل، ثم بضع فيه الطحين وبعمله من كل الجهات أيضا بهذا الشكل حتى يتغطى عندي بالطحين. هذا هو شكل القالب، بضع فيه خليط الكيكة، ثم بكون محمية الفرن على درجة حرارة 180. تأخذ معي الكيكة حوالي من 30 إلى 45 دقيقة حسب الفرن. هون بضع خليط الكيكة، ممكن تزينوا هالكيكة حسب ما بتحبوا. هون وضعت خليط الكيكة، بعمل لها طرقات خفيفة بهذا الشكل، ثم بدخلها إلى الفرن. كيكة كتير سهلة وبسيطة. هون أنا زينتها بصوص الشوكولاتة اللي عملته من 5 معالق حليب بودرة، ونص كوب حليب سائل، ونص كوب زيت، ونص كوب سكر. خلطتهم مع بعض بالخلاط الكهربائي حتى تختلطن عندي وتجانسن. وضعتهم بالثلاجة لمدة نص ساعة حتى تماسك عندي الخليط، ثم زينت فيه الكيكة. منظرها شو بشهي وطعمها ولا أطيب من هيك. أتمنى تجربوها الكيكة. تقدم على كاس شاي أو فنجان قهوة زي ما أنتوا بتحبوا، وصحتين وهنا. فضلا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ورأيكم بهالكيكة اللذيذة والسهلة. كانت معكم هبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.